المغرب الكاميرون، من سيتأهل قسال؟ الكاميرون. المنتخب الكاميروني أقوى إلى غاية الآن، ولكن تبقى كرة قدم. المنتخب المغربي يلعب على أرضه وأمام جماهيره، بالدعم الجماهيري تستطيع أن تحسم المباريات، ليس دائما ولكن في بعض الأحيان تستطيع أن تستعمل الدعم الجماهيري في حسم المباريات حتى حين تكون سيئا. الكاميرون قادر يماركي 1 2 3 بيت مع اونغيسا. شفنا حنايا لا دونسيتي اللي كان حاطين يلونكي سور ان كونتر براتيكمون، من بعد سيتي 1 بيت 0. لافونتاج اللي كاين في لي تورنوا هكذا في المنتخب الكاميرون كانوا امنوا في القدرات تاعهم 3-1 قادرين الكاميرون يزيدوا الهدف الرابع، يعني تاكل كثير على الاندفاع البدني، عكس اللاعبين تاع الكاميرون اللي عندهم تقنيات اكثر. نعم. تقنيات اكثر، كانوا يدخلوا بدي زين دو، كانوا يعني بيوت تاعهم كيفاش بالطبع هنايا نشوفوا باللي حتى المنتخب الكاميروني يستغلها ويقدر يعود في النتيجه. بالطبع هذا الشيء ما يكفيش باش تحسم مباراة، يعني انك تكون الافضل في الاحصائيات لا يعني انك كنت الافضل في المباراة ولا الاحق بتحقيق الفوز. اكيد احنا مي اون بو انتربريتي هاد لي شيفر هادو مي سون تري سينيفيون في الفوتبول. علاش راهم دايرين هاد الانفستيسمون كامل هكذا؟ باش يحاولوا يعاونوا المدربين بجهه، ولو دياغنوستيك ولا ليطا دو فورم تاع ليكيب ولا لو روندمون فينال تاع ليكيب. في الاخر هذا لو طابلو هذا يدل على واش يعني طابلو دبور براتيكمون. طابلو دبور صح. مي في الاخر لو فوتبول لو شارم تاعو سي هاد ليفيكاسيتي ولا ريوسيت. اذا ما كنتش افيكاس زيد لا استراتيجي اللي يلعب بها المدرب تبان لي او نيفو بوسيسيون ولا باس ريوسي بارابور او نومبر. كاين فرق كبير بينه وبين الكاميرون، ولكن في اطوار المباراه بحد ذاتها الكاميرون لعب على حساب المقومات تاعو كما قال محمد. سي لو دوزيام ماتش اللي ما لعبوش يبينوا روحتهم، قال لو كان لعبنا. وهذا لا جيستيون يعني تدخل في تسيير المجموعه وتصير غرفه الملابس. وزيد لو كاريزم تاع لونترينور اللي عنده قوه التواصل. ابعد اونانا بسبب حارس اونانا، ابعده ريغو بيرسونغ بسبب امور تاديبيه. اليوم هاد لي ديسيزيون كي تاخذهم وانت تكون تحمل مسؤوليتك وتميتريزي لو فيستير وعندك قوه تقنع اللاعبين تاعك وتتواصل معهم وتوري لهم باللي سي لانتيري تاع ليكيب ولا تاع لا سيليكسيون، وتكون اون رياكسيون كيما هذه. راهو عاود رد المنتخب شويه من البعيد، يدودو عاود وقفوا سيرتو في لو ماتش بعد ما كان ربح ولا خسر ب3 بيت، عاود رجع دعماته في هذا الباب هذا. ولكن في المقابل شي بالكبير انا نقول لي شيفري سون امبورطون بارابور لواش بارابور لو كونتوني اللي احتاجيته، بصح لا استراتيجي هي الصح. انت واش حبيت؟ الماتش اللي جا ان شاء الله جنوب افريقيا فيها الحلف والله هذاك المدرب، ولكن تمنيت هذاك المدرب يخرج اليوم. هذه المقابله ديال الكاميرون ويروح يبعدنا. مي المقابلات الكبار المنتخب المغربي يكبر معاهم، يكبر حتى هو واللعابه يكبروا. هاد المقابلات اللي يجيب روكيك اللور وما يدير والو هنا تجيات صعوبه، بصح تجيك الكاميرون غتفتح اللعب، هاي تخرج تلعب الكره تما غتسيب راحتك معاهم. تجيك جنوب افريقيا حتى هما يفتحوا اللعب وتسيب راحتك معاهم. مي راه مصر مع جنوب افريقيا ربحت ب1-0 وسجلوا هدف ولاو دافع. السلام عليكم. كاع المنتخبات يسجلوا هدف. يعني اليوم انا تعجبني النتيجه، تعجبني التاهل ربع النهائي. سالات مادام بالله الفيرما صافي. هذه هي، لانه غدوه راك تلعب على لقب، ماكش تلعب على الفرجه. لا البرازيل ما بقاش دير الفرجه، الارجنتين وما دراك من الارجنتين هي لعبت مع فرنسا في النهائي، يعني سجلت والسلام عليكم. هذيك الفرجه اللي دور عليها مشي يدور عليها في جهه اخرى. المهم الحمد لله، مبروك الف مبروك مليار مبروك. النتيجه تاهل ربع النهايه، يعني نقل المنتخب المغربي كان في دوره يمكن 2019 خرج من الدور الثاني، دوره الكوت ديفوار حتى هي خرج من الدور الثاني. اليوم راه في ربع النهايه وان شاء الله بقاتنا الا خطوتين الا مقابلتين ان شاء الله النهائي. ودرك اللي جا مرحبا به، جات الكاميرون جات جنوب افريقيا. راه المنتخب المغربي كبير وامام 70,000 متفرج، 63,000 اليوم كانت 64,000 متفرج، راه ماشي سهله، يعني حاجه كبيره امام جمهور رائع ويدفعك باش تلعب ويخليك باش تلعب المقابله اليوم. خلى اللعابه يعني مرتاحين. نتمنى ان شاء الله حتى في المقابله الجايه في الربع النهائي واللي جا قلنا بسم الله، سواء جنوب افريقيا سواء الكاميرون، يكون اللقاء للجمهور عاود بحال هذه النسبه هذه ولا اكثر. وان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. انا راني عارف ومتيقن مليار في المليون المغرب راه في النهائي، واش هي بالكره ان شاء الله هكذا ننتصروا عليهم 1-0 2-0. بلع الفيرما اي يعطي السوارد للولد الركراكي يقول له قعد تم، ما تزيد تكعر معاهم ما والو. واللي باغي الفرجه وباغي اللعب وراه يستنى ركراكي في الفراش راه مريض في راسو. علاش؟ لانه راك تستنى ركراكي في الفراش غير على حسابك انت، وما باغي اللعب غير اللعب راه هذا هو. اليوم لعبوا كره، لعبوا دوروا على الهدف، تيراو ابراهيم دياز دار اللي يعجب، كل شيء دار العجب.
ما بغاتش ابراهيم دياز هو النجم المقابله، عنده 4 ديال الاهداف، راه هو الهداف ديال بطوله كاس افريقيا، يعني راه سي نورمال. اليوم بان ابراهيم دياز، غدوه الماتش الجاي ديال الكاميرون ولا جنوب افريقيا كيبان لك ايوب الكعبي. حكيمي اليوم دار بون ماتش، حكيمي راه يرجع في المستوى ديالو لانه المستوى مازال ناقص، ولكن راه يرجع شويه بشويه. المقابلات هذو يتكسبوا، انا عندي تربحوا. تونس البارح لعبت كره والاخرى ب10 وفي الثاني ربحتها وطلعت، راه هذا هما الحوايج، راه المقابلات هذو يتربحوا. السودان هي كانت مسجله وكانت مسيطره في الشوط الاول وكانت ضيعت 2 ديال المحاولات، كانت قادره تقتل الماتش وغد تسجل الزوج، كانت تصعبها على السنغال. يعني هذا هما المقابلات. اللي يقول شي مقابله سهله راه عقول. اليوم خاصك تعرف تتعامل مع هاد الماتشات، خاصك تعرف كيفاش دير باش تربح هاد الماتشات بدون مشاكل. نتمنوا الحكم حتى هو كان كوريكت، والله الحكم الا كان كوريكت هذيك التاليه راه ما فيها لا بيلانتي ولا تنزانيا. التنزانيين بالعكس هما اللي كانوا يديروا التشويش، والتنزانيين هما اللي كانوا يديروا المشاكل ويضربوا، كانوا اغريسيف وكانوا يضربوا كيلعبوا لعب قاصح. مي الحمد لله حتى الحكم اليوم كان كوريكت، المقابله كانت مليحه، واحد ما يجيش يشرك فمو، الناس ربحت طلعوا الربع النهائي، سالات الحفله. لا باغي اللقب، اللي باغي شي حاجه شي يدور عليها. هاد لي ماتش هذا كاس افريقيا راه خاصك تلعب بهذه الطريقه الخبيثه ديال المصريين، راه حتى اللعابه المغاربه خصهم يتعلموا. هذا بقى لك 2 ماتشات، تدخل الكاري دي دير متحمر، يمشي حكم للفار، دير اي حاجه. الحمد لله الانتصار جا. ماتش كاميرون ماتش جنوب، تشوف منتخب اخر عاود يتقلع عاود، وان شاء الله منتخب نصف النهائي ان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير. الحمد لله انا فرحان بزاف الحوايج، فرحان الجمهور، فرحان الملعب عالمي بحال هذاك يعني ويشوفوا فيه سيرتو ديالنا اللي كان يقول لك الذكاء الاصطناعي. شوفوا شي يدير هذاك الملعب برا يكتب لك 1-0، الناس تجي فايته في الشارع تعرف بلي المغرب راه نابع ب 1-0. بهاد الحوايج في ملاعب عالميين في اوروبا ما تشوفهمش. تشوف الجمهور اليوم جمهور تاريخ، جمهور كبير، تشوف انفانتينو موتسيبي القجع كاع فرحانين. اليوم علاش جا انفانتينو شاف هذيك المقابله؟ راه على بالكم بان كاس العالم للانديه غتكون ان شاء الله في المغرب، كاس افريقيا 2028 غتكون في المغرب. الناس يخدموا البلاد ديالهم، المداخيل ما شاء الله، واللي يجي يقول لك اودي لا يا ودي كاينه. شوف المهم إذا متابعينا الكرام كما شفتوا يعني الإعلام الجزائري دائما كيتمنون الخسارة والإقصاء ضد المنتخب الكاميروني. يعني يوم الجمعة صراحة الإعلام الجزائري دائما يعني كيخرجوا بهذا يعني الأقاويل وكذلك بهذا يعني التوقعات المزيفة، وكذلك كيقولوا أن المنتخب المغربي يعني بنتيجة 4 ولا 5 ولا أكثر ضد المنتخب الكاميروني، وكيقولوا أن منتخب الكاميرون من أفضل يعني المنتخبات وكذلك المرشحة للفوز والتتويج بلقب كأس إفريقيا. لكن الحقيقة عرف الجميع أن المنتخب المغربي عنده لاعبين عالميين كحكيمي وإبراهيم دياز الذي يظهر يعني قوة وقتالية صراحة في داخل أرضية الملعب، كما أن بونو ما شاء الله وكذلك العديد من اللاعبين. إذا متابعينا الكرام بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو كما شاء لايك، وبغيتكم كاملين تكتبوا لنا بزاف التعليقات ولا آرائكم، بغيتكم كاملين يعني تجاوبوا الاعلام الجزائري باش يطلع الفيديو هذا وشوفوا الاعلام العربي، وكذلك باش يطلع الفيديو هذا وشوفوا الاعلام العالمي. شكرا لكم متابعينا الكرام، والى فيديو قادم ان شاء الله.